الحمد لله. إذا السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة، الزفلة والجميع. نحكي لكم قصة حقيقية وواقعية شهدت عليها مؤخرا، وما كانش عندي الزمن والوقت باش نحكيها لكم. فكنت في الطريق هاود ماشي للعمل، وكان كاين من البعد شفت هكا السيارات اللي قبلي تبعد على حاجة، فمن البعيد بقيت نشوف، والطريق السيار سريع، بقيت نشوف قلت ما هذا؟ حتى أنا أقترب وأنقص السرعة، وإذا به كلب ميت وأخوه توأم بنفس الحجم ونفس نفس كما يقولون اللون رمادي مثله. أخوه صدمته أو فست عليه سيارة، فسبحان الله حتى أمعاءه خرجت. والكلب هذاك صديقه أو أخوه في وضعية تشعر به يبكي ولا يأبه بالسيارات التي تجري في الطريق وهي تبتعد عنه، وهو ثابت أمام أخاه منحني رأسه وفي وضعية كأنه إنسان يبكي على أخاه. فسبحان الله، فقلت ما علاقة هذا؟ حتى الكلب مذكور في القرآن الكريم وأنه وفي وبقى مع أهل الكهف لمدة من الزمن، والكلب فيه صفات جيدة من خلال أنا ما رأيته في تلك الحادثة. فقلت الكلب من جراء الطيبة تاع أهل الكهف والإيمان فحوتان كان ما عجزت في الحقيقة نربط العلاقة، ولكن وكأنك ترى إنسان. حتى بعض الأحيان الإنسان بالك خاه يموت ولا خوه ولا يقول لك والله يرحمه ولا ما يمشيش ولا يمشي يعزي فوق الخاطر. حتى مرة أنا نحكي لكم هاد القصة، الصديق تاعي مرض، بقى كل نهار في الغرفة تاعو في الشومبرة تاعو مريض. النهار الأول خوتو مالك منا هادي يديوه يجيبولو الزاوج يفوتو عليه امواه تجري منا، هي حتى ضربت السمانة ولا كان جور ما بقى حتى واحد يفوت. كرهو. ايوا هذا ما يريحش ولا ما يبراش، هو حكاها لي. قلت له كرهو، قال لي كرهو. قال لي بقينا نقولوا هذا ما يريح، ما بقاو يقولوا هذا ما يبرا ما يريح. ايوا خطينا منا طول فيها، هي حتى نروحو ضرب روحو في الصح وناض. هذه قصة. لا المهم والله إخواني، هذه قصة حقيقية شاهدتها في الحقيقة، بقيت مستغرب وهذيك شغل كأنك ترى ظاهرة إنسانية، والله ماشي ظاهرة تاع حيوان. فسبحان الله هناك حيوانات مذكورين في القرآن، الحمار، الكلب، وكاين أسرار تاع الحمار حنا نشوفوا باللي يساعد الإنسان وفي صفات طيبة. شيء حتى القط كان أبو هريرة، سيدنا الصحابي أبو هريرة مربي قط. سبحان الله، الله عز وجل يخلق حتى الانسان عنده خصال الحيوان لما ما عندوش عقل، كاين فيه نوع من الفطره ونوع من الغريزه ونوع من حاجه الهيه سبحان الله، وصعيبه باش تتربط، ولكن يوجد شيء من هذا القبيل. فهذه قصه حبيت نتقاسمها معكم، وان شاء الله اعتناء بالحيوانات هذه الطيبه، ولا لكن الحيوانات التي تؤذي طب في الغابة وكذا، كل واحد شيء في مكانه. ولكن حبيت نتقسم معكم هذه القصة، سبحان الله أدهشتني والله أول مرة. إذا السلام عليكم، شكرا.